يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون كيفكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون جميعا بخير يا رب، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم بسلم المونتاج أو المنتجة حق أمي، فخليكم معها. جبنا بعض الغريضات من بو5، يعني نواقص للبيت، نقصتنا شوي حاجات، حب شكيلات، فقلنا بجيب لي بعض الصحون كذا بسيطة، بحاول أخذ لي أطقم أحسن. وتعرفون هذا الشيء شو اسمه، الكاسات، أكواب، مع إنها ما لها منفعة. أفضل تاخذون شيء يفيدكم، تاخذون أشياء تسوونها وتروحون تقطونها. شو هالتبذير اللي انتم فيه؟ زين. ويا زين الزرع يكون طبيعي أحسن صراحة. أنا أشوف بس إنه تاخذين على اللي يعتني. إيه، على اللي يعتني. أنا بعتني؟ لا والله ما أعتني. لا بس بجيب والله، ترى زين، ترى حق الأكسجين تدرون لازم الزرع. وهنا أخذت شو اسمه، فواط، مناديل، مناديل مبللة وأشياء يعني من بو5 ناخذها نحتاجها، وأكياس صغيرة هذه أحط فيها أحيانا شو اسمه فرزن ترى شوف تتعبون وأنا شو اسمه فهمتوا؟ يعني أنتوا عاد أنتوا استحفوتوا يعني عاد كل شيء تدققوا. اي فرز الثوم، الكزبرة، يعني تدققون في كل شيء يعني. ترى كنتوا تقولون تقعدون على الواحدة تدققون، مشوا يس يعني مثلا زين. وخدت انواع، يعني بضبط لكم ان شاء الله فيديوهات بعد اشياء حلوة كذا تحبها قلبكم طبعا. زين. وش اسمه، هذه ملاعق صغيرة. اي ملاعق، ما ادري عاد ليش، بس تبون الصراحة، اي بس تبون الصراحة يطفشوني يعني. لا الملاعق احيانا يطفشوني فيها، يعني ياخذون الملاعق ويضيعونها لي، فاخذ لهم البلاستيك هذه مشي حالنا فيها واخش الملاعق. هذه أكياس مع التخزين. هذه اكياس تخزين صدق. وهنا حق الارضيات حلوة، روايح كذا احيانا نمسح. ايه روايحها قوية. وانتوا تعرفين عاد ام الخلط، خلطته كله مع بعض. لا 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 يا لا يا متابعين، والله اني اسوي خلطة حلوة، والله سويها حق كل شيء. ترى غسل حتى احيانا فرش، حق الفرشة غسله، احط في غسالة الفرش وافرش، يجي حلو معطر والزينة، وتغسل وتخليها تبرد برك وتشوفوا بوريكم. وهنا اخذت بعض شو اسمه حافظات شوي. ترى على فكرة احيانا اخذ دي احط فيها اشياء يعني احتاجها، مثل ايوه بالضبط يا اخي، عشان ما يجنني، لان الكاسات يكسرهم لي وكذا بهدلني، فاخذت له هذه خلاص استخدمها. فيعني الانسان يحتاج. وهذا حق الباب، تعرفون انا ما احب اي صراصير تجيني، صراصير تجيني هذه نذبح، حط لها سم. فانا ما احب ترى الحشرات، اخاف. فحطيت حق الباب هذا خلاص، اسد الباب فيه خلاص. يعني اشياء بسيطة ترى، يعني تاخذ اشياء حاجات للبيت، الشموع حلوة، شيء بسيط. مع انه ترى بيني وبينكم يعني متابعين، انا الشموع اخاف منها صراحة، اخاف من الحرايق وكذا، ما احب اخذ شمعة كذا عادي، ما احب. بس شو اسوي، اصرت علي فاخذتها. يعني احب اخذ الشموع هذه الالكترونية احسن صراحة، باخذ لي هالمرة. لا اخاف احد يدزها ولا شيء ولا حاجة ولا شيء. معطرة يا بنت حلال، حط معطر احسن لك، ولا حطي لي بخور وبس. والله ايش فيها البخور افضل. وناقصني اصلا فحم، عشان كذا بعد رحت جبت فحم، يعني بعض الشغلات. وبعدين انا بقول لك حاجة، اخذت شموع، انا الشموع هذه الظاهر ما اعتقد اخذت شموع اللي تحطينها في الفواحة. لا شموع اللي تحطينها في الفواحة ذي.
اي ما اخذت هذه زينة انك تاخذينها تحطينها بالفواحة، بس والله بحد ذاتها مع انتم معي ها اكتبوا لي بالتعليقات، يعني الشموع اخاف منها صراحة، ان اشوف الحرايق تندز ولا. طبعا هنا كل ما فتح عندنا مخبز نحب نروح نشوف. نحب نشوف نكتشف الامور، نكتشف المخابز، ونكتشف شو اسمه السلك وعد. طبعا اخذنا فطاير. اي اخذنا فطاير بشكلات بسيطة، احيانا نفطر عليه تغيير، احيانا تغيير، ولا انا احيانا الفطور ما احبه ترى يكون واحد، مرات اكل جبن وكذا ومدري ايش. شوفوا الله يعينكم عاد على القرقر بالبربرة. زين. وشنو ساعدني يا رب ساعدني شو اسمه يعني نحط جبن وحاجات، واحيانا لا فطيرة، واحيانا فطاير كرسون، صح ولا لا؟ الشبور هذه وين اختفت يا امي؟ هاي الحلال ما تشتغل فيها. ترى كله يتهموني يقولي تحبين الخلط، ام الخلط. لا منكم زيي تحب تكتشف، صح ولا لا؟ يعني تحبين تخلطين البخور مع بعضها. يا سلام. تخلطين البخور، تخلطين هذه الحاجات. زين. فاخذنا شوية فواكه، شوية برتقال وموز. اي مفروض ناخذ جح، يسمونه عاد المناطق حبحب. بالحر. اي حلو ترى والله، بارد حطينا بارد حلو ترى. عاد انتو بعضهم يحب يقول رقية، بعضهم جح، بعضهم حبحب، صح؟ اهل الجنوب حبحب، صح ولا لا؟ وحبها شوي خضرة زينة ترى بعض الأحيان، خصوصا إذا بتسوون سمك. طبعا احنا ذي الفترة كل اسبوع صرنا يعني تكون اكلة بحرية، لازم ناكل اكلة بحرية. فنجيب بعض الخضروات مثل اللي انتي تعرفون البقل والرويد وش يسمونه ذا، والاحمر للدم. اي للدم مرة مفيد. فطبعا هنا ترى هذا الخضرة اللي شفتوها نفس حكاية المخبز، رحنا شفنا في محل خضرة فتح جديد، فرحنا شفنا، بس للأسف خضرته ترى أغلبها كانت مضروبة حرفيا، وأنا أصور كنت أشم ريحة يعني الخضرة كانت مضروبة يعني. فسبحان الله نروح نجرب ونشوف، بعضها سبحان الله يسلك معانا ونحب إن نروح ناخذ منه مرة ثانية، وبعضهم خلاص نجرب يعني عرفتوا نفس هبة الناس، أي محل يفتح رحنا شفنا شو الوضع يعني. وبس هنا أخذنا مثل ما أنتم شايفين بطاطس والأشياء اللي كنا محتاجينها يعني، وهذا الخيار برضو ما شاء الله كويس برضو الخيار. المهم أحب أقول لكم وصلنا إلى نهاية الفيديو، إذا عجبكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وإذا مو فاعلين جرس التنبيهات فعلوه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.